من أكتر التصرفات الإنسانية المثيرة للاهتمام هو رغبتنا الدائمة في تخيل كل حاجة حوالينا إنها بتفكر وبتحس زينا. السلوك ده بينعكس بشدة على كل إنتاجات العقل البشري من فنون وآداب وأساطير من خلال حاجتين: التجسيد والتجسيم. مصطلحين شبه بعض شوية لكن بينهم اختلاف. التجسيد أو البيرسونيفيكيشن هو تصوير شيء أو مفهوم نظري أو فكرة مجردة على هيئة شخص. زي كده لما بيتم تصوير الموت على انه واحد وشه جمجمه ولابس اسود وماسك منجل، وزي ما الدعايه الوطنيه بتجسد البلد على شكل امراه جميله مثلا. على الجانب الاخر التجسيم او الانثروبومورفيزم هو اعطاء صفات بشريه لكائنات غير بشريه، اي صفات بشريه زي شكل الانسان، القدره على الكلام، المشاعر والرغبات الانسانيه وهكذا. في قصه أليس في بلاد العجائب مثلا بنشوف ارنب بيتكلم ولابس هدوم، وفي كتير من الاساطير بيتم تصوير الآلهة على شكل بشر.